السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راني حبيت نتقاسم معاكم هذه المملحات، والله ساندويتش صيفية خفيفة واللي تتناسب مع الأيام هذه نتاع السخانة، واللي راح نقدم معاها كما راكم تشوفوا تقديمات بسيطة على الطريقة التركية. تابعوا الفيديو من الأول للأخير، وقبل ما نبداو ما تنساوش صلوا على حبيبنا وشفيعنا يوم القيامة عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ويلا نتعرفوا على الوصفة نتاعنا ونبدأ على بركة الله. فرجة ممتعة. رايحه نبدا بالحشو اللي درت به المملحه هذه. كنت درت صوص بيتزا. واش درت فيها؟ درت حبه تاع بصله اللي كانت صغيره في الحجم، قطعتها بالشكل هذا، ومن بعد راح نضيف عليها 3 حبات طماطم وزوج من زوج 3 فصوص تاع ثوم اللي كنت سكرفشتهم، ومغرف تاع طماطم لباط، واكثر من نص مغرف تاع فلفل حمار ولا العكري، مغرف نتاع السكر، واقل من مغرف نتاع الملح، ونزيد عليهم ورقات نتاع الرند. ورايحه نخلط كما راكم تشوفوا المكونات نتاعي بالمغرف نتاع العود، نخلط مليح ومن بعد نغطي عليهم ونخليهم يتقلوا مع بعضها تقريبا مده 2 إلى 3 دقائق. هنا يا البنات كنت نسيت الفلفل الكحل، ضروري جدا تزيدوا الفلفل الكحل، وماذا بكم تزيدوا شويه تاع الزعتر، انا كانت ما عنديش، واللي راح تزيدكم بنه هايله للصوص بيتزا نتاعكم. هنا واش راح ندير؟ راح نمرق بكاس نتاع الماء ونحرك المكونات نتاعي تاع الصوص هذه، نغطي عليها ونخليها تطيب في غرضها. اذا كنتي حابه تجيك خاثره خليها تخثر، اذا كنتي حابتيها شويه ما تخليهاش تخثر ياسر. وهاي ليك لاصوص تاعنا بعد اللي طابت. دوك حنحي ورقات الرند هذوك، خاطر ما راح نرحي ولا نميكسي ولا ناشي لاصوص نتاعي هذه. حبيتي تميكسيها بالميكسر ولا تاشيها في لاشوار ولا ترحيها في الروبو كيما حبيتي. ومن الأحسن تخلي لاصوص تاعك هذه حتى تبرد باش ما يتغيرش اللون نتاعها كي ترحيها. وانا لاصوص هذه يا البنات ما نبدلهاش، صافي لونطون انا حاكمتها، بنينه ياسر، ديما نستعملها في المملحات في البيتزا، يعني كما تعرفوا عندها استعمالات ياسر. هذيك لاصوص بيتزا نتاعنا، ديروها في الفريجيدير، ويعني كي تحتاجوها راح تجبدوها. دوك واش راح ندير يا البنات بالنسبه للمملحات هذه؟ انا كنت درتها بالمرقاز، نتوما حبيتوا ديروا بالمرقاز ولا ما ديروش دبر راسكم، دوك نعطيكم اقتراحات اخرى. المهم هنا راح نخليوه نص طياب برك، مش حنطيبوه ياسر، علاه خاطر راح يكمل طيابه في الساندويتش، يعني في الكوشه. وبعد اللي طاب في الجهه التحتانيه راح نقلبوه باه يطيب في الجهه الفوقانيه. هذه هي كما قلت لكم يا البنات نص طياب برك، ما تخليوش يطيب ياسر. وبعد اللي طاب المرقاز نتاعنا راح نروحوا للعجين. كيفاه درناه؟ كنت درت هنا كميه قليله يا البنات، درت كاس تاع حليب، حبيتي تضاعفي ديري اكثر من كاس، كاس ونص، 2 كيسان. درت مغرف تاع خميره ومغرف تاع سكر، خلطهم مع بعضهم، نغطي عليهم ونخليهم يتفاعلوا ويتنشطوا، ولا تتنشط الخميره نتاعنا تقريبا 1 2 دقائق برك. وبعد ما دير الخميره المفعول نتاعها راح نكمل المكونات الاخرى اللي كانت. رايحه نكسر بيضه، البياض راح نديرو في العجين، اما الصفار رايحه نخليه باه ندهن به الساندويتش هذا. وهنا مش شرط ديروا البياض برك يا البنات، تقدروا ديروا بيضه كامله. بعد ما نحط البياض مباشره رايحه نزيد الزيت، الكميه تاع الزيت كانت 4 مغارف كبار، اما اذا درتي بالكاس راح تكون ربع كاس نتاع الزيت، ونزيد اكثر من نص مغرف نتاع الملح، مغرف تكون كبيره. ودرك راح نخلط المكونات نتاعي مليح مليح بالفوي ولا حبيتو بالفرشيطه. ومن بعد راح نروح لاخر مكون اللي كان الفرينه. بالنسبه للفرينه يا البنات هنا كانت دات لي 2 كيسان ونص بالتمام والكمال. راح نحط الكاس الاول ومن بعد نزيد الكاس الثاني، ومن بعد نبدا نعجن يا البنات. بالنسبه للكاس الثالث راح نزيدو بشويه، كما قلت لكم دات لي 2 كيسان ونص، الكاس الثالث ديت منه نص ونص بقالي. وحاولوا تخليوا العجينه تاعكم هذه تجي طريه، تجي خفيفه تلصق في اليدين، لانه العجين اذا خليتوه خفيف وطري راح تجيكم المملحه تاعكم ولا الساندويتش تجيكم خفيفه ما تجيكمش يابسه. العكس اذا نشفتوا العجينه راح تجيكم المملحه تاعكم تجيكم يابسه وناشفه. وشوفوا بعينيكم دركا القوام تاع العجينه تاعي كيفاه خليتها. هذه هي راح نلمها بالزيت بهذا الشكل، ومن بعد مباشره راح نغطي عليها بكيس بلاستيكي ونخليها تتخمر. وانا هنا يا البنات ما خليتهاش تخمرت ياسر، علاه لانه الخمور تاعها راح يكمل من بعد. واش راح ندير؟ راح نجيب الفرينه ونرش سطح العمل بالفرينه، نروح للعجينه نتاعي، شوفوا كيف راني ندير لها. ومن بعد راح نقسم الى 6 اقسام. كما قلت لكم يا البنات العجينه هذه راهي عجينه صغيره، خرجت لي 6
نتاع الساندويتش. اذا كنتي حابه تضاعفي الكميه ديري كاس ونص تاع حليب ولا كاس حليب ونص كاس تاع ماء. راح شوي تضاعف لك الكميه. ولا اللي عندها العائله ياسر ديري زوج كيسان، كاس حليب وكاس ماء، ولا زوج كيسان تاع حليب. كيما تقدري تبدلي الحليب تبدليه بالماء، وبصح راح تزيدي حليب الغبره في العجين. هذه هي. شوفوا لي كيفاه كورت العجين نتاعي. نغطيهم ضروري جدا، نغطيهم بكيس بلاستيكي باه ما يديروش القشره من فوق. وراح نروحوا للتشكيل تاع المملح هذه كيفاه شكلناه. نجيب الكريه نتاعي ورايحه نحلها بالحلال. كما راكم تشوفوا راني نستعمل في الفرينه ياسر. علاه العجينه هنا راهي خفيفه ياسر. صدقوني جات عجينه هايله خفيفه ياسر. تقول راكي تاكلي في البانج. وهاولي كيف حليت الكريه نتاعي درتها على شكل مستطيل. كيما تقدري تشكليها على شكل اسطوانه ولا دائره. راح نجيب الجراره وشوفوا نروح في الجهه هذيك اللي من فوق وندير خطوط قدام بعضهم، تقريبا قدامهم اقل من 1 سنتيم. والجهه هذيك اللي من تحت راح ندير فيها مغرف نتاع صوص طوماط. ومن فوقها راح نحط حبه تاع مرقاس، حبيتي ديريها مجموله ولا تقطعيها شويه شويه. ومن بعد حنحط الفرماج، فرماج رابي. ورايحه نبدا نطوي العجين كما راكم تشوفوا بالطريقه هذه. نروليه حتى نوصل للاخر تاع العجين. وانتي ترولي وتدوري، حاولي الاطراف هذوك تدخليهم للداخل هكذا. وروحي مع الحبه نتاعك حتى تكمليها. وهاوليك الشكل اللي تحصلنا عليه. راح نحطها في البلاط. ومن بعد حنزيد لكم حبه اخرى يا البنات. دوك تشوفوا نقرب لكم باش تشوفوا مليح كيفاه خدمت الحبه الثانيه. وفي البلاط كيما حبيتي ديري ورق الزبده، حبيتي تدهني بالزيت، حبيتي ترشي عليها شويه تاع فرينه كيما حبيتي. انا هنا ما كانش متوفر عندي ورق الزبده، تالي نشتي نطيبها على ورق الزبده تجي احسن، يعني تعطيك نتيجه هايله. راني قربت لكم يا البنات حبه باش تشوفوا عن قرب يعني خير. وهنا كيما راكم تشوفوا درت الحشو، من بعد رحت قطعت الخطوط هذوك بالجراره كيما راكم تشوفوا. كيما حبيتوا ديروا الخطوط هما الاولين ولا ديروا الحشو الاول كيما حبيتوا، حطاتك يعني نفس النتيجه في الاخير. وهامليك الحبات نتاعي بعد اللي حطيتهم في البلاط. هنا يا البنات راني ننفض فيهم بالبانسو هكذا. الفرينه ديك اللي بقات لي من فوق كيما شفتوا راني استعملت كميه كبيره تاع الفرينه. ومن بعد نغطي عليهم نخليهم يتخمروا المره الثانيه. ومن بعد نجيب صفار البيض مع الحليب وندهن الحبات نتاعي من فوق. في هذه الاثناء الفور ولا الكوشه نتاعك راهي شاعله على درجه حراره 170 ولا 180 درجه، كل وحده والكوشه نتاعها كيفاه. راح طيبيهم من تحت مليح ومن بعد زيدي تشعلي عليهم من فوق. كي طيبي من تحت طلعي البلاط تاعك الفوق، كي طيبي من فوق هبطي البلاط تاعك لتحت. وكي حطيتها طيب انا كنت نوجد في الامور الاخرى اللي كانت يا البنات التقديمات هذه البسيطه. مش شرط يا البنات يكون عندك اواني فاخره باش ديري غداء هكا يشبع العين. مش شرط تكوني ثريه او غنيه باش ديري الطريقه التركيه. بابسط الامور راح تحولي غداء بسيط الى غداء فاخر. ولما لا. هامليك الساندويتش تاعنا بعد اللي طابوا بعد اللي طيبتهم. انا هنا درت يا البنات حسبه تاع 3 اشخاص. كما راكم تشوفوا كل واحد راح يدير حبات تاع الساندويتش. كل واحد درت له الصحن تاعو تاع السلطه. كنت درت فيها خيار وطماطم برك كما راكم تشوفوا، حبه تاع زيتون في الوسط. عندي لي فخيت اللي قليتها بالطريقه هذه، ولا الصوص هذيك تاع البيتزا اللي حب يغمس ولا يغطس. وهذه هي والجي كما راكم تشوفوا. ودروك رانا خلصنا من الغدا نتاعنا. ان شاء الله يا حبيباتي يكون عجبكم ونال رضاكم. ان شاء الله تديو افكار وتطبقوها. واش نوصيكم يا البنات، العبوا لهم على البصر تاعهم، العبوا لهم على عينيهم واش تقدموا لهم لازواجكم لاطفالكم العائله نتاعكم. متعوا لهم البصر نتاعهم. هذا ما كانوش نقول لكم. ما تنسونيش ديروا جيم الفيديو هذا اذا كان عجبكم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.